كان يستاهل الفوز. بوادر حلوه قوي. يونايتد كانت بتلعب، يونايتد عملوا فرص كتير على عكس يونايتد السيزون اللي فات ما كانوش بيروحوا على الجون، لا دول عملوا فرص وكانوا بيهاجموا. فاموريم فرصه ليه، فرصه وفرقه وسكواد جديد ودم جديد. اعتقد اللي هو هيبقى سيزون مختلف لمان يونايتد. ارسنال دي تقلق، دي تقلق. كسبوا دي كسبوا بس دي تقلق. بس طبعا 3 نقط مهمين بره ملعبهم مهمين جدا. انا بقول لك تخيل لما فريق يكسب نقول تقلق، فريق يخسر نقول في بادره امل. الجون اللي جابوه صح. مساء الخير عليكم، حلقه جديده من برنامج دبل شوت. انا بيتر وانا مارك. حلقه جديده من سلسله بقى الدوريات العالميه، الدوري الانجليزي، دوري اسباني. خلينا نبتدي كده. الاسبوع الاول خلص هنا والاسبوع الاول خلص هنا. مبسوط دوري انجليزي، مش مبسوط دوري اسباني، مش بحبه. برشلونه وريال مدريد هنجيله وهنتكلم عن اتلتيكو مدريد. خلينا نبتدي بدوري انجليزي، بدايه مبشره لبعض الفرق كده، وفي فرق تانية كنا عارفين او انا كنت عارف ايه اللي هيحصل. هنبدا في افتتاحيه الدوري. كان ماتش حلو. كان ماتش حلو، بس انا بشجع ليفربول، بس شايفها بدايه مقلقه بالنسبه لليفربول. مقلقه شويه ان احنا كنا حاسين ان هم هيخلصوا الماتش بدري. بالظبط. بورنموث كانت بترجع عليهم بسهوله، يعني بورنموث يعني بعد خط الدفاع كله مش عاملين صفقات قويه. عملوا ماتش على ليفربول في انفيلد، او سيمينيو عمل ماتش سيمينيو بالاخص يعني. الراجل دبابه عمل ماتش حلو قوي. وخلينا نقول الماتش يعتبر خلص 3-2. صلاح بس بمهاره فرديه كده حسسكم انها 4-2، بس هي ليفربول كسبت بشق الانفس. كرة بتنسف كيزا، مبسوط له قوي. يعني انا كمان مبسوط له. اتمنى ياخد دقايق اكتر. اللعيب ده حكايه وهياخد دقايق اكتر. على فكره كيزا لو اتفرجت عليه في التوب فورم بتاعته ايام يوفي، لعيب جامد قوي، لعيب خطير، لعيب جامد قوي. واحد على واحد انسى. بس لسه مش اللي هو يعتمد عليه في ليفربول يعني. لسه شويه. خلينا نقول انها بدايه مقلقه، بس يعني مش اوحش بس حاجه. بس في لقطات حلوه ليفربول انا عايز اتكلم عليها. يعني اولا واحد زي جاكبو، واحد زي كتيتي، حاجه تبسط اللي انت عندك فرايتي. دياز طلع، لا عندك دياز وداروين طلعوا، عندك بودلة وعندك ديبس في التشكيله. كيزا بدا يخش ويقول لك انا كمان موجود. فاحلى حاجه في الدنيا انك تحط في مدرب في معضله انا هلاعب مين، وهم حطوهم دلوقتي بالذات الحته اللي قدام. بص، لما يعني الموضوع ده هيختلف شويه لما يجي ايزاك. طبعا ايزاك خلاص على ابواب يعني. ايزاك هتبقى مدعكه، بس هو الراجل هيبقى اساسي، واعتقد ان هو هيبقى اساسي راس حربه باشا. ايزاك وهيلاعب كيتيكي جناح. انا في صفقه كارثيه عاملها ليفربول، مش عايز اصدمه في البدايه. فلوريان فيرتس، محمد مجدي قفشه الثاني. عمل دي تقلق. انا كانت دي الحاجات اللي عايز اتكلم عليها انها تقلق. طريق وني، ومفيش التحامات، مفيش مفاتيح لعب. مش فاهم. الدوري الالماني يفرق عن الدوري طبعا الدوري الالماني يفرق كتير، بس مش كده. مش دي الصفقه اللي انت جايبها. المفروض دي صفقه رقم 1 السيزون ده. جايب لعيب سوبر عشان يحل لك، وانت كنت مفتقد لعيب رقم 8 وبتاع، واللي هو بيحرك الناس. مفيش. خلينا نشوف. صعب نحكم من اول ماتش، طبعا، بس انا بقول لك على البوادر يعني. دي سلبيات ليفربول برضو. بس مش عايزين ننصف برضو بورنموث عملت ماتش حلو. ده مش معناه ليفربول طبعا كانت وحشه شويه، بس بورنموث كانت حلوه على عكس المتوقع. كان بدايه حلوه للدوري الانجليزي، واعتقد احنا كالعاده هنشوف مفاجآت يعني. هناخد التوب 6، هنتكلم على التوب 6. يلا بينا. تشيلسي والمشروع والمدرسه والكليه، ايه رايك فيهم؟ بص، كده في نقط. كل الفرق هتخسر نقط، او انا عارف. كريستال بالاس على فكره مش فرقه رخمه طبعا. مش ماتش سهل. وانا متعود على كده من تشيلسي دايما بتضيع نقط قدام فرق سهله. بس تشيلسي لا استنى منهم كتير. هتنافس كده وانت عارف انها هتنافس. انا هصدق ماركو وامشي ورا كلامه. هنشوف الماتش الجاي، عندهم ماتش صعب قدام وست هام بره ملعبهم. حسوا ماتش سهل قوي، وحسوا اللي هو يخلص سكور. تاني فرقتين هنتكلم على ارسنال ويونايتد مع بعض، لان هم شفناهم في ماتش واحد. ايه رايك؟ على فكره انا عارفك الماتش ما عجبكش، بس انا حسيت الماتش فيه بوادر حلوه قوي. في ناس كتير كانت بتقول انا اتفرجت على الشوط الاول بس لان ما كنتش فاضي اتفرج على الماتش. في ناس كانت بتقول كتير ان اليونايتد كان يستاهل الفوز. بوادر حلوه قوي. يونايتد كانت بتلعب، يونايتد عملوا فرص كتير على عكس يونايتد السيزون اللي فات ما كانوش بيروحوا على الجون، لا دول عملوا فرص وكانوا بيهاجموا. فاموريم فرصه ليه، فرصه وفرقه وسكواد جديد ودم جديد. اعتقد اللي هو هيبقى سيزون مختلف لمان يونايتد. ارسنال دي تقلق. كسبوا بس دي تقلق. بس طبعا 3 نقط مهمين بره ملعبهم. مهمين جدا. انا بقول لك تخيل لما فريق يكسب نقول تقلق، فريق يخسر نقول في بادره امل. الجون اللي جابوه صح. فاول. انا مش بتكلم عشان كده. كده ما انا ما عنديش مشكله. لو كانوا تعادلوا كان هيستاهلوا يتعادلوا. لو كانت يونايتد كسبت كانت تستاهل، لو ارسنال كسبت تستاهل. ارسنال برضو ضيعت، بس نفس الطريقه، ما فيش حاجه جديده. معتمد على دايما الكور الثابته. حاسس ان هو لا دي مش هتكسب، الطريقه دي مش هتكسب بطولات.
مش دي اللي هتجيب بطولات، ولا انت ايه رايك؟ انا شايفهم كده من زمان، يعني انا شايف ان هم فرقه بتعرف تكسب على ملعبها، بس بتضيع برضو نقط اسهل من ما تشيلسي بيضيع. هو كسب يونايتد بره. الماتش الجاي انا مش متذكر قوي هو عنده مين. هيروح مثلا على سبيل المثال يتعادل مع عندهم ليدز. هيتعادلوا مع ليدز عادي. عندهم ليدز هوم عادي. ليدز هوم عادي. ليدز هيلعب جيم دفاعي والتانيين يقعدوا رايحين جايين هم الفرقه مش بتعرف تكسب. ما بتعرفش تخلص ماتش، لما تحتاجهم مش بتلاقيهم. فخلينا نشوف بدايه السيزون، برضو احنا مش هنقدر نحكم في البدايه. صح. كله عمل بري سيزون كويس، وفي فرق شفنا منها وفي فرق لا، بس خلينا نشوف. خلينا ناخد بيب. بيب هو عمل ماتش كويس، معلوش كلام الصراحه. مفيش ولا كلمه. بيب ده ماتش من ماتشات بيب، بس مش مقياس. هو وولفرهامبتون هتبقى من اسوأ فرق 100% مش مقياس، بس دي ماتشات بيب اللي هو انا هكسب واحط جوان كتير وهعمل طوفان فرص. الدقيقه بس اللي مرموش ما كانش ليه اي امباكت في الماتش يعتبر. شكله مش هيبقى من الاعمده الاساسيه. الدقيقه كان نفسي بقى يبقى بدايه سيزون وكده. الواد اللي مش عارف انطق اسمه راين شرقي اللي في وسط الملعب، جاني رايندرز. شكله لا هو لعيب قوي ونص ملعب هجومي جدا. من ايام اي سي ميلان، وكان هداف الفريق. اضافه قويه طبعا. فالفريق شكله كده ماسك نفسه. هالاند بادئ السيزون كالعاده ماسك نفسه بالشباب بالظبط، يعني مش بالصفقات الجديده بس بالظبط اوفرول. فهتبقى منافسه كالعاده. بيب ما ينفعش تطلعه بره الايكويشن. طبعا انا معاك ان هو هينافس منافس اول ليفربول السنه دي، وحاسس هتبقى مفاجاه. ودي الفرقه الاخيره هنتكلم عليها، توتنهام. توتنهام انا حاسس بكده من ماتش السوبر. من ماتش السوبر هم طبعا فرطوا في البطوله، كانت هترفع معنويات اللعيبه جامد. كانوا بيلعبوا انريكي طلع قال لك اللي يستاهل البطوله دي توتنهام، بس هي دي كره القدم. احنا خطفنا الماتش بالظبط، وبعدين خطفوا الماتش وما لعبوش، لعبوا اكسترا تايم. فتوتنهام لعبوا ضربات جزاء. ماديسون مشي. ماديسون ده انا تعبت منه على طول، مصاب. مشكله سون طبعا دي، بس سون هيعوضوه بايزي. هو ايزي دي صفقه محترمه. ايزي صفقه محترمه وقوي، وهيبقى جناح ممتاز مع سولانكي وريتشاردسون وقدوس. فالفرقه هتبقى كويس. وتوماس فرانك مدرب قوي، كان عامل شغل كويس قوي مع برينتفورد. فاعتقد ان هم يعني اقل واجب هيبقى توب 5. ده انا حاسه، مش هقول توب 6، هيبقى توب 5. يعني اتمنى. انا بحب توتنهام عموما، وهم بادئين سيزون حلو من ماتش السوبر وعملوا ماتش حلو. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل. وريتشارلسون عمل ماتش جامد جدا، فريتشارلسون لو كمل كده هيبقى مفاجاه السيزون. خلينا نشوف. مش هسألك طبعا مين هياخد الدوري، لسه بدري جدا جدا جدا. بس انا متحمس ومبسوط. دوريات رجعت، لسه في مفاجآت هتحصل، ولسه الترانسفير ويندو حتى سوق الانتقالات ما قفلش. فلسه في تغييرات في فرق كتير جايه قادره تقلب موازين الدوري. فخلينا نشوف. نروح للدوري الاسباني. الدوري الاسباني كلمتين ونص. برشلونه بدايه جيده، بدايه تطمن. ريال مدريد بدايه في مدعكه كده على حوار التحكيم في برشلونه. بس انا شايف لبرشلونه بقى تحكيم مش تحكيم، برشلونه كده هتكسب الماتش. بص، هي كانت هتكسب مايوركا طبعا 100%. كبدايه الدوري وبتاع سكواد قوي برشلونه وهانز فليك عامل شغل ممتاز. مكملين على السيستم وبادئين بنفس النهايه القويه اللي كانوا ناهين بيها. بس مش هنلزق في التحكيم يعني. لا كده كانوا هيكسبوا. ويامال فكرنا اللي هو انا في لعيب بينافس على البالون دور كمان 4-5 سنين. بيفكرنا هو برشلونه اللي هو انتوا بداتوا تنسوا، خدتوا اجازه وبداتوا تنسوا. طب تعالوا انا مش انا موجود. يعني هو هيبقى رقم 1 في برشلونه، ومش عارف راشفورد جاي منه ولا مش جاي منه. راشفورد عمل ماتش يقلق لعيبه ريال مدريد على جماهير برشلونه. انا قلت لك قبل كده في حلقه قبل كده، مش الصفقه انا مش متخيل كده بصراحه. انا كنت متخيل اللي هو يجي هيفير وهيبقى مختلف. بس راشفورد نزل كام دقيقه قدم سوري يعني خرا كروي. مش هقول ريال مدريد، هقول امبابي. بدايه امبابي بس كان بيلعب. ريال مدريد انا شايف حاجه تقلق من تشابي الونسو. بدايه تقلق. انا دايما بقول لك ان السكواد تقيل على اسم زي تشابي الونسو. السي في بتاعه مش قوي، بس هو انا شايفه بيعمل حاجات غريبه. هو عنده افكار لسه مش عارف يطبقها. وخلي بالك السكواد بقى فيه ديبس. حاسس ان افكاره هو بتاعت افكار ليفركوزن دوري الماني. هو جاي يطبقها على ريال مدريد. الشرط تنجح. انا حاسس ان هو مش هينجح. ماتش ساسونا ضربه جزاء، لولا ضربه الجزاء مفيش فعاليه هجوميه على الجول. فينيسيوس مش موجود. الكرة بس في رجل امبابي بتحس ريال مدريد خطر. ابراهيم دياز مش موجود. اردا جولر مش موجود. ارنولد الصفقه الجايه مش موجوده. كارياس شفناه كويس شويه. جان هويسن كويس. ميليتاو راجع من الاصابه كويس قوي. ميليتاو انا مش مصدق الفورمه اللي هو راجع بيها. فهي منافسه هتبقى ريال مدريد وبرشلونه طبعا. مش عايز اتكلم عن اتلتيكو مدريد.
ايه رايك فيهم؟ اتلتيكو اولا الفيريز حط جون عالمي، الفيريز ده لعيب جامد قوي. اهداف، عارف انت في صفحات على الفيسبوك كده اهداف مالهاش لازمه ليس لها قيمه. خسروا من اسبانيول اول ماتش. اتلتيكو مدريد كالعاده بيفكرنا اللي هو بص انا مهما عملت صفقات هو ما ومعايا جابش صفقات قويه، عمل صفقات ما عملش صفقات، هو ما جابش صفقات ده باع بس. انا كده كده هفضل دايما اخسر وبضيع نقط سهله، وهاجي قدام ريال مدريد وبرشلونه اخليهم يكسبوا بالعافيه واعقدهم وممكن اتنح واكسبهم او اعقدهم في عيشتهم، بس انا في الاخر مش عارف اخد بطوله، مش عارف لغايه امتى. اتلتيكو مدريد انا واحد بشجع ريال مدريد ودي كلمه غريبه، بس انا بحب اتلتيكو مدريد وبحب سيميوني. سيميوني خلاص انتهى. عمري ما اعرف اقول سيميوني انتهى، سيميوني مدرب جامد قوي بس من كتر ما هو جامد انا نفسي اشوف فريق تاني. انا بقيت احس ان سيميوني اتلتيكو مدريد ما ينفعش فرقه ثانيه، عايز اشوف فريق تاني افكاره الكره الدفاعيه الرزله بتاعته، معاك سكواد تقيل ولاعيبه كويسه، فالعب قدم كوره، ما تقرفناش بالعك الكروي اللي انت بتقدمه وتفضل تلعب على انك تجيب جون او اتنين بالعافيه. يعني ما شفتش ماتش سكور لاتلتيكو مدريد. هو دي مشكلته اللي هو قدام الفرق الصغيره اللي هي كمان نازله تدافع ومش عارف يخلق فرص قدام بقى الفرق الكبيره. وعشان كده دايما في الشامبيونز ليج الى حد ما اتلتيكو بيظهر بصوره كويسه، انه دايما بيلاعب فرق توب ليجز، فبالتالي بتلاقيه عارف يقدم كره كويسه وقادم يدافع ويهاجم. لكن قدام بقى في الدوري، وعلى فكره انا مختلف معاك تماما، الدوري الاسباني كل الفرق بتعرف تلعب كوره، بيلعبوا كوره على الارض. هي فرق رزله، بس انا ما بحسش ان هو في فرق في الدوري الانجليزي مثلا. في الدوري الانجليزي ممكن اطلعك فرقتين ثلاثه كده بيدافعوا بس، لا الدوري الاسباني هتلاقي الفريق اللي بيهبط درجه بيلعبوا كوره على الارض وعارفين يلعبوا فيه تاكتكس. انا بحب الدوري الاسباني جدا، والدوري الاسباني في فرق وفي افكار تحفه ومدربين جامدين. فيعني خلينا نشوف. اتلتيكو مدريد خيشت كده من اول ماتش، بدايه مش موفقه خالص، بدايه تقلق. ريال مدريد الاهم اللي هو جاب ال3 نقط بس، اداء غير مقنع، بس السكواد فيه ديبس فدي حاجه كويسه. تخيل كل التغييرات اللي عملها دي ولسه رودريجو على الدكه، علامه استفهام. انت ايه رايك في حوار رودريجو ده؟ هو انا شايف ان كفايه كده ريال مدريد على رودريجو، باستثناء حتى لو راح ليفربول او ما راحش، انا شايف ان هو لعيب كويس ومفروض ان هو يلعب كوره، فيطلع بقى بره الفرقه. ماشي، طب ما نتحرك، لكن هيفضل قاعد كده. هو انتوا طالبين فلوس معينه فهو بريز مش هيبيعه، اللاعب هيموت طيب ولا ايه؟ وانا رودريجو بحبه. فخلينا نشوف. عمل كل التغييرات في الدنيا، عمل نزل الواد الجديد مستنتوت وده اللي مش عارف انطق اسمه، نزله لعيب كويس قوي، لعيب كويس نزله. رودريجو ما نزلش، فضل قاعد والمخرج قاعد يجيب عليه على الدكه ومنظر غريب. خلينا نشوف المنافسه تبقى ماشيه ازاي، بس انا بقول لك ان هي هتبقى ريال مدريد وبرشلونه. شايف ان في فرقه ممكن تخش معاك؟ لا معاك 100%. ريال مدريد وبرشلونه. طبعا السيزون لسه طويل، لسه في تغييرات، لسه بقول لك سوق الانتقالات ما قفلش. اتمنى نشوف دوريين، انا بتابع الدوريين دول على المستوى الشخصي يعني. فخلينا نشوف منافسه قويه. انا متفائل بالسيزون ده جدا يعني، باللي انا شايفه في البري سيزون والانتقالات وكل ده. فخلينا نشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. بس يا شباب دي كانت نهايه الحلقه بتاعت سلسله الدوري الانجليزي والدوري الاسباني. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في السيزون. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب في الشانل بتاعتنا على اليوتيوب وتيك توك وانستجرام وفيسبوك، واستنونا في حلقات جايه كتير الايام اللي جايه في السيزون الطويل ده. باي باي.